السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى صينيه بسيسه هتاكلوها في حياتكم. هنعملها بطريقه، بصوا في مينت هتتعمل معانا كده ما شاء الله. شايفين لونها تحفه جدا جدا. كمان السمك بتاعها كمان، انتوا لو بتحبوا الارتفاع بتاعها اعلى من كده طبعا انتوا يعني اعملوها في صينيه اقل من كده، لكن انا بحب الارتفاع ده كده مظبوط جدا. ويا ريت ما تحاولوش يعني تخلوها ادخل من كده، بتبقى تحفه جدا جدا. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي كده. بس قبل ما نخش على الوصفه متنسوش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. هنقول بسم الله. انا كان معايا كوبايتين من دقيق الذره، معايا كوبايه من الدقيق الزيرو، معايا معلقتين من النشا، معايا زي ما انتوا شايفين كده كوبايه من السكر، 3 بيضات، كوباية ربع كوباية إلا ربع من الزيت، وعليها ربع كوباية من السمنة السايحة. ده طبعا فانيليا دي اللي ما استغناش عنها أبدا دي كده. ومعايا باكو من البيكنج باودر، معايا كوباية من اللبن، معايا طبعا رشة ملح دي أساسية طبعا معانا ما نستغناش عنها أبدا. أنا عايزة أقول لكم إن أنا شايلة من الدقيق البلدي، من الدقيق الذرة معلقة، ومن الدقيق الزيرو معلقة، علشان خاطر أحط عليهم معلقتين النشا. تمام. وهنا زي ما انتم شايفين هنا معايا معلقه من الخل كده. تعالوا نشوف هنعملها ازاي بقى. هنا شفشق الخلاط، اول ما اضرب، بس انا سهلت الدنيا عليا يعني. نزلت كده بكوبايه من السكر، لو انتوا عايزين تزودوا سكر عن كده زودوا مفيش مشكله، لكن انا الكيكات كلها عندي موحده هي كوبايه سكر. نزلت بالبيض، ما قلتلكوش ان البيض، ما قلتلكوش على البيض، كان في عندي 3 بيضات. نزلت بالبيض، ضربت البيض مع الفانيليا مع السكر، ولما اتضرب مع بعض كويس جدا كده نزلت كمان بكوباية السمنة على الزيت وكوباية اللبن، هضربهم مع بعض. شايفين بقى ما شاء الله كده. بس كده دلوقتي عندي الدقيق. انا هنخل الدقيق بتاعنا، هننخل الدقيق اللي هو الدقيق الزيرو، وهننخل الدقيق الذرة. وزي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه، انا بنخل الدقيق مره واثنين وثلاثه، لكن انا بخلي اخر مره دي معاكم علشان دايما نذكركم كده، او اذكركم ان احنا لازم ننخل الدقيق. بس هننخله طبعا الدقيق الذرة ده بيبقى فيه شوايب كده او قشور من الذرة، فلازم ننخلها طبعا. بصوا مقدار الدقيق ده كده مظبوط جدا جدا. في ناس بتعمل نفس المقدار الدقيق الذرة ونفس مقدار الدقيق الزيرو. حلوة كل حاجة، بس عارفين مش بحسها ان هي بسيسة قوي. تمام. شايفين بقى دي القشور اللي بقول لكم عليها، عشان كده بقى لازم ننخله. المهم فعشان تخلّوها يعني تبقى طعم البيتزا بتاع زمان كده، فلازم تخلّوا إن دقيق الذرة يعني أكتر شوية من دقيق الزيرو. أنا مخلّية هنا كوبايتين لكوباية. تمام. لكن لو أنتم بتحبوا إن أنتم يعني ت ت ت تقسموا المقدار عادي ما فيش أي مشكلة. أنا عايزة أقول لكم إن أنا ما دخّلتش الدقيق ده قبل كده، دي أول مرّة أدخله معاكم، عشان أورّيكم، لإن لو دخّلته قبل كده مش الدقيق الزيرو الدقيق الذرة مش هيطلّع لي أي قشور، فأنا حبّيت إن أنا أقسمها معاكم عشان أورّيكم إيه القشور اللي بتطلع. بس نزلت كده بالنشا والبيكنج باودر زي ما أنتم شفتوا كده طبعًا، ورشة الملح اللي كنت ضايفاها من الأول. قلّبت كلّه مع بعضه كده يعني عشان كلّه يختلط ببعضه. ودلوقتي عندي الخليط السائل اللي كان معايا في الخلاط، هانزل بيه كده على طول على الخليط على الدقيق بتاعنا كده، وهاقلّبه بالمضرب. مش هياخد معانا أي حاجة، بالمضرب اليدوي أو الاسباتولا، مش هياخد أي حاجة خالص. زي ما أنتم شايفين كده أسهل صينية بسيسة ممكن تعمليها في حياتِك، ما خدتش معانا أي حاجة. نزلنا دلوقتي بمعلقة الخل، هاقلّبه كويس وهو بيتجانس مع بعضه بسرعة جدًا، جدًا. دقيق الذرة بيشرب السوائل بسرعة جدًا، زي ما قدامكم كده بالضبط. عندي الصينية، أنا كانت عندي القالب بتاعي دوًّا مقاس 30. أنتِ لو عايزة تخلّيها يعني السمك أو الارتفاع بتاعها أعلى من كده، نزّليها في صينية أقل من 30. لكن أنتم عارفين إن أنا ما باحبش الكيك بتاعي يبقى ارتفاعه يعني مرتفع زيادة عن اللزوم. زي ما أنتم قدامكم شايفين الخليط السائل كده ما شاء الله. شايفين لونه بقى، ده بقى خليط من الفانيليا البرتقال تحفة جدًا، جدًا. شايفين اللون؟ أنا باعشقها صراحة ربنا في الكيكات على اللون والريحة رهيبة. هي مش هتدّيكم طعم البرتقال أوي لوحدها يعني، لكن بتدّيكم الريحة حتى وهي بتستوي في الفرن ريحتها بتبقى تجنن. بُصّوا باوريكم إنها هشة جدًا ما شاء الله. قعدت معاكِ قد إيه يا بيرو في الفرن؟ قعدت حوالي ساعة إلا ربع. وأول ما طلّعتها سِبتها شوية تهدى كده، وبعد كده قُلت أصورها معاكم كده. شايفين السكينة ماشية ما شاء الله يعني. بصوا من كتر ما هي هشة ما شاء الله. عايزة أقول لكم طعمها كان حكاية روعة جدًا، جدًا، جدًا. المقادير مضبوطة بالملي كده، يعني عايزة أقول لكم ما شاء الله مش محتاجة أي حاجة، بالسنتي كده شغالة. فأنتم امشوا على المقادير مضبوط. هتطلع لكم ما شاء الله أحلى صينية بسيسة ممكن تاكلوها في حياتكم، تحفة وهشة ما شاء الله. عايزة أقول لكم إن الصينية دي كان عندي ضيوف ساعتها، يعني اللهم بارك يعني بألف هنا، عجبتهم جدًا والله، بألف هنا يا رب. بُصّوا شايفين؟ تحفة جدًا والله. شايفين لونها كمان؟
رهيب. اللون ده مش بس عشان الدقيق أصفر، لأ اللون ده عشان خاطر الفانيليا البرتقاني اللي أنا حطيتها دريم تحفة. الفانيليا دي أنا من وقت ما طلعت الصراحة ما بقيتش أستغنى عنها أبدًا. شايفين اللون بقى ما شاء الله اللهم بارك. تحفة، السمك بتاعها، الارتفاع بتاعها، الهشة جدًا، طعمها، ريحتها، كلها الله أكبر، حلوة جدًا، جدًا، ما فيهاش غلطة كده بالسنتي. لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، ولازم تجربوه يا جماعة وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.